السلام عليكم. اولا برافو كولر ورجالتنا اللي عمرها ما قصرت مع ناديها. محتاجين نتكلم شويه عن كولر في ماتش نازل بتشكيله بلعيبه ما بتشوفش بعضها غير في التدريبات وبس، وتغييرات في مراكز اللعب. القندوسي مثلا اللي هو خط وسط او بلاي ميكر يجربه وينج يمين ووراه خالد عبد الفتاح، البديل اللي ما بيشوفش الملعب غير كل فين وفين. لو هنتكلم على الجبهه دي مش بس هتاخد وقت كبير لحد ما يتاقلموا مع بعض، لان دول مش بيشوفوا بعض في جبهتهم اصلا. الجبهه المتصممه مخصوص من البروفيسور كولر. ماتش بيدي فيه قفشه فرصه بعد ما كان قاعد مخلل على الدكه وبينزل يجيب جول، بيدي فرصه لمحمد اشرف اللي فوقه عنتيل اسمه علي معلول ومستحيل يشمها طول ما حاجه اسمها علي معلول في الملعب. متولي وياسر ثنائي بيحصل في الموسم مره مرتين بالعافيه، وبيدي فرصه للسوليه بعد الاصابه والغياب الطويل وبرضه بيجيب جول. ماتش مريح فيه خط هجوم كامل، ماتش بيلعب بحارس مرمى واحد اسمه مصطفى شوبير، وركزوا عند النقطه دي ان ده الحارس الثالث والاثنين الاساسيين مصابين، والنهارده مصطفى كان هيتصاب بس الحمد لله ربنا عالم بينا. وعايزين نفكر الناس كده ان ده الحارس الثالث. بين الشوطين بقى شفت اراء عمري ما شفتها في حياتي، والله حسيت للحظه كده ان هي بوستات لخالد الغندور المعروف بارائه الغريبه. هتقول لي محمد اشرف كان كله متعصب منه؟ يعني انتوا عايزينه يبقى شبه الاسطوره علي معلول اللي مفيش زيه في افريقيا كلها من بعد سيد معوض، وكلكم زعلانين من كميه الجمل التكتيكيه وشوال الاجوان اللي راحت من لعيبه ما بتشمش الملعب اصلا. بصراحه انا شفت العجب بين الشوطين، كل ده والناس عارفه ان في نهائي كمان كام يوم. يعني لو ما قدمناش كوره بربع جنيه محدش هيلومنا ولا هيلوم اللعيبه في حاجه، ويتحسب لكولر ان هو بيريح اللعيبه وبيدي فرصه للي قاعدين على الدكه اللي ما بيشموش الملعب اصلا، وبيفكر في بكره بعد شبه ما حسم الدوري. كولر مع شويه ظروف بسيطه وشويه لخبطه هتحصل هيتفرش له السكاكين وهيتقطع زي اللي قبله، محدش هيرحمه، ونيجي بعدها نقول يا حرام ده احنا عايزينه، والاعلام هو السبب ان هو يمشي والاداره طفشته وكلام كتير هنسمعه، واصل جوز خالته سمسار زي ما سمعنا ايام موسيماني اللي كان الاعلام سبب ان هو يمشيه. يا اهلاوي بلاش تمشي ورا البوستات والمحللين اللي بيكرهوا حاجه اسمها اهلي وبيكرهوا اي نجاح للنادي الاهلي. اصحى فوق، الاهلي دايما فوق. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.